سليم ابني بيحب جبنه عبور لاند حب غير طبيعي، وهو صغير انا فطمته عليها. كان كل ما يجوع بدل ما ارضعه اديله سندوتش الجبنه، لدرجه انه بعد كل الوجبات الرئيسيه كان لازم ياخد سندوتش الجبنه كانه العصير، كانه شويه اللبن اللي كان بيرضعهم. ما تفهموش بقى ايه اللي في مخ الطفل الصغير. ومش لوحده اللي بيحب الجبن، كلنا ما بنبطلش اكل جبن. انا واحده من الناس بحبها جدا، مع كوبايه الشاي بلبن، مع كوبايه الشاي الساده، مع اي مشروب ساقع. وكل حالات الجبنه انا بحبها، ولادي كمان بيحبوها. واي عيل جعان في الكوكب اول كلمه الام تقولها له تعال اعمل لك سندوتش جبنه. بس خلي بالي في شويه غلطات الستات بتقع فيها لما بتشتري الجبنه. اول غلطه بيشتروا جبنه سايبه رخيصه من غير ما يسالوا مصدرها ايه. تاني غلطه بتدور على الجبنه الارخص وتتنازل عن الجوده. تالت غلطه بتحط الجبنه في المطبخ من غير تبريد. لا يا حبيبتي انت وهي، الجبنه لازم تتخزن صح عشان تفضل سليمه. وبصي لي وركزي معايا انت كمان، لازم قبل ما تشتري الجبنه تعرفي الانواع الكويسه. هتقولي لي عرفيني يا لولو، اللي هو انا. اول نوع من الجبنه السايبه زي الاصدقاء او ريماس لاند او صافي. طب لو ما فيش دول بتجيبي من الماركت اللي جنبك، واكيد طبعا وما تنسيش تسالي على نوعها. انا بجيب من المحلات اللي قلت لكم عليها، القريش والبراميلي والبسطرمه. ليه بقى؟ لانهم بيشتروا العلب الكبيره الاصليه وبيبيعوا منها، مش جبنه مش عارفين مصدرها ايه. وده مهم عشان تضمني النظافه وجوده التصنيع. تاني نوع المعلبه. لو بتحبي الجبنه المعلبه خلي بالك من الكلام المكتوب على العلبه، لازم تلاقي مكتوب عليها طبيعي 100% او مصنوع من الحليب او خاليه من الزيوت النباتيه. هي غاليه شويه بس تستاهل. الانواع دي هتلاقيها يا في بلاستيك يا في كرتون ومتغلفه كويس، زي مزارع دينا او كاتيلو او رودس او افانتي. كلهم عندهم الفته والبراميلي والاسطنبولي وكمان الاسبريد، وانتوا باختاروا النوع اللي انتوا بتحبوه. ثالث نوع اللي مش بحبه خالص الجبنه اللي فيها زيوت نباتيه وبيكون مكتوب عليها نباتي الدهن. بصراحه انا مش بحبها ولا بنصح بيها، لان الزيوت النباتيه والصناعيه بتزود نسبه الامراض، ودي طبعا اخر حاجه نتمناها لينا او لاولادنا. في شركات بقى بتعمل النوعين اللي فيها الزيوت والطبيعيه، واكيد لان نباتي الدهن ارخص هيكون ليه زبونه. بس مش كل جبنه رخيصه بتبقى صفقه ربحانه، اوقات الرخيص بيكلفنا صحتنا بعدين. لو الدنيا مزنوقه قوي يعني مفيش مشاكل، في حل عملي وطبيعي. هاتي جبنه قريش وزودي عليها علبه زبادي صغيره او شويه قشطه واضربيهم كويس في الخلاط، هيطلع لك جبنه طبيعيه وزي الفل، مغذيه جدا وصحيه، وكمان اوفر كتير من الجاهز. وبصراحه طعمها بيبقى تحفه. انا ساعات بعملها في البيت والعيال بياكلوها وينبسطوا ومش بياخدوا بالهم اصلا. الجبنه مش بس طعم حلو وخلاص، دي مصدر مهم للبروتين والكالسيوم، وخصوصا للاولاد اللي من سن الفطام لغايه المراهقه. عشان كده لازم نختار جبنه محترمه تغذيهم صح، مش اي جبنه وخلاص. قولوا لي بقى في الكومنتات انتوا بتاكلوا جبنه نوعها ايه؟